النهارده ايه يا حلوين؟ اسم الله عليكم. التلات، والتلات ايه؟ فقر للممات. خلاص انا اعتمدت ان التلات كده، وانا قررت افضح كل تلات، هاجيلكوا واقعد على المصطبه كده وافضحه. انا سكت له كتير، اصلي سنين سكت له، وهو صدق نفسه لما عمرو غنى له يوم تلات تغسل سمعه التلات يا عمرو. ما علينا. انا نمت امبارح في ميعادي عادي الساعه 11 ونص 12 كده، وقلت ايه عشان اصحى الساعه 6 ونص ايه اشوف حياتي بقى وابتدي ايه المورنينج بتاعي. اللي حصل ان انا غطيت في نوم عميق شويه، بس كان اعمق من المطلوب. بمسك الموبايل كده يا اخويا، لقيت مكتوب تيوزداي الساعه 8:55. فضلت مش مجمعه كده شويه، اللي هو 8:55 الرقم ده بيفكرني بحاجه. نهار اسود، انا المفروض ابقى ببصم في المكتب دلوقتي. قمت فطيت نطيت من السرير، لقيت البيت كله نايم ومأنتخ، والبنات كمان كان هيروح عليهم نومه. رزعت لهم على الباب قوموا الساعه 9، ودخلت جري الحمام وخرجت. لا عملت مورنينج روتين بقى، ولا شربت ميه، ولا خدت فيتامين، ما عملتش حاجه يا باشا خالص. نطيت في اللي لقيته قدامي ونزلت وانا متوجسه خيفه من العربيه. ما هي كل تلات بتطلع لي بخازوق. نزلت ملست عليها كده، حبيبه قلبي انا النهارده مش حملك. بفتح ودورت وبتاع، الحمد لله لا صوتت ولا عملت. يا دوبك يا اخويا مشيت خطوتين لقيتها ايه منوره لمبه البنزين، بس ايه يعني خلاص بقى يعني هتعملها معايا يعني. قلت يا بت بجمله التاخير دي ما فيهاش هزار بقى، دي لو قطعت بيكي لا تبقي طولتي بلع الشام ولا عينه باليم، مش هتروحي الشغل اساسا. خشي على البنزينه سيبيهم يفولوها وروحي جيبي القهوه بتاعتك، انت كده بتجيبي قهوتك من البنزينه. جبت من العربيه قلت لهم فولوها يا جدعان، رحت داخله جبت القهوه وخرجت. وانا خارجه كده سرحت بخيالي، قلت شوف مش انت كل يوم بتروحي في ميعادك فله ومديرك بيكي بعدك؟ اهو انت النهارده على حظك الاسوح، هو هيجي بدري وهيشوفك وانت داخله متاخره. وقد كان يا باشا، يا دوبك دخلت المكتب من هنا لقيته اسم الله عليه منور في مكتبه، او اتقفشت جايه متاخره برضه. قلت يا بت عدي تلاتك على خير عشان ايه نشوف اخرتها ايه. ترن الو، ايوه سيج، اي فندم معاكي مندوب الشحن. شحن ايه يا بابا؟ ما عملتش اوردرات. قال لك ليه يا فندم؟ ده الشحنه بتاعت الشنطه اللي حضرتك كنتي طالباها. الشنطه دي انا طالباها من قبل عيد الاضحى، او جت اجازه عيد الاضحى عطلتنا اصل هي بتتصنع، فجت النهارده. والله اللي انا موريها لك. لا لزوم الجزمه الفوش يا ايه، واللي ما يعرفش قصه الجزمه الفوش يروح يشوف قصه الجزمه الفوش، ما انا مش هحكيها تاني. ماشي يا سيدي شكرا، دي كانت في الحنين الحمد لله. عديناها لا ما نعديهاش. الماسنجر بقى بتاع الفيسبوك، ايه يا حبيبه قلبي الجروب بقى اللي بجيب منه ايه شويه اوردرات من بره كده. ايه روح قلبي الاوردرات بتاعت ابريل جت؟ قالت لك لا اوردرات ابريل ومايو ويونيو ويوليا كله جه. حياه قلبي ليه يا بيبي تكوبي لي كل الاوردرات مره واحده؟ كام يا نور عيني كام؟ قالت لي رقم بقى، جاب لي ذبحه. بقيت ماشيه كده في المكتب، النبي معلقه سكر الا بقي بيتعوج، حياه ربنا كنت حاسه ان هيجرى لي حاجه. فقلت يا بت زقي التلات الانتيخ جايه لك النهارده. الانتيخ جايه تقعد معايا النهارده، فهتحلي الايام بقى، ما هي قعدتها بترطب على قلبي كده. فقلت ازق الايام، وجايه مروحه بيتنا دلوقتي لبست مخالفه. سرحت في الديون وكبست بنزين سيكه، اتقفشت 93 يا باشا في الطريق 90. ما جراش حاجه يعني يا وزاره الداخليه لو فوتي لي ال3 كيلو دول. يعني انا خايفه اخش ابص، انا خايفه، بس ان شاء الله ربنا يهديكوا عليا. انا هروح البيت احط دماغي تحت الحنفيه دلوقتي عشان افوق بقى، واقعد مع الانتيخ كده ايه عشان التلات يعدي معايا النهارده. وقسما بالله تلات لو ما ظبطت لافضل كل 3 اشرد لك. ما انا حاسه انك بقيت بتيجي بسرعه، التلاتات بتيجي بسرعه قوي زياده عن اللزوم. التلات الجاي نلتقي، ويا رب يخلف ظني مره. مع السلامه عليكم.